السلام عليكم. أعادت المظاهرات التي قادها شباب ما يعرف بجيل زد يوم السبت الأخير إلى الأذهان مشاهد احتجاجية عاشها المغرب في العقد الماضي، حين خرج الآلاف ضمن حركة 20 فبراير مطالبين بالإصلاح والحرية والكرامة. وبين الأمس واليوم تتقاطع الدوافع الاجتماعية والسياسية التي فجرت الغضب الشعبي، غير أن السياقات تختلف. ففي 2011 كان الحراك مؤثرا بشعار التغيير في العالم العربي وتداعيات الربيع الديمقراطي، بينما في 2025 يأتي الحراك الجديد في ظل أزمة اقتصادية خانقة وتراجع الثقة في المؤسسات الحزبية والوساطة التقليدية، وصعود جيل رقمي يتواصل وينظم نفسه عبر شبكات التواصل الاجتماعي. لكن المقاربة الأمنية التي وجهت بها هذه الاحتجاجات بتطويق ومنع واعتقالات واسعة أحيت جدلا قديما متجددا حول تعامل الدولة مع الشارع. ففي الرباط وحدها وثقت جمعيات حقوقية توقيف أكثر من 70 شابا، بينهم محامون وحقوقيون بارزون، قبل أن يتم الإفراج عن بعضهم لاحقا. وتكررت مشاهد التفريق بالقوة في مدن أخرى مثل الدار البيضاء وطنجة ومكناس. المشهد يعيدنا إلى طريقة تعامل السلطات مع حركة 20 فبراير التي بدأت بجرعات من الانفتاح السياسي والدستوري، ثم تراجعت تدريجيا نحو المقاربة الأمنية. المرجو وضع لايك لدعم هذا الفيديو ليصل عدد كبير من المشاهدين. شكرا لكم وإلى اللقاء.